الفيديو اللي احنا هنعمله النهارده ده مناسب لبنت لسه بتشتري ميك اب لاول مره. لو انتي عروسه لسه بتشتري الجهاز بتاعك ودي خطوه الميك اب، هتشتري ايه ومش هتشتري ايه. لو انتي ما تعرفيش اي حاجه خالص عن الميك اب، الحاجات اسمها ايه وبتستخدم في ايه اللي انتي محتاجه تشتريه وايه اللي ممكن تستغني عنه، الفيديو ده انا متاكده باذن الله ان هو هيفيدكم بشكل ما يعني. لو انتوا مش عارفيني فانا ازيس ودي قناتي. اهلا بيكي لو انتي اول مره تشوفيني، واهلا بيكي برضه لو انتي دايما بتشوفيني. زي ما اتفقنا انا هعرفك ايه يعني فايدة كل حاجة، تعريف كل حاجة وامتى بنستخدمها وايه لا. والقرار في الاخر هيبقى بتاعك. شوفي على قد سنك وعلى قد ميزانيتك وعلى قد استخدامك وطبيعة المكياج بتاعك اللي انت بتحبي تحطيه، قرري انت ايه المهم عندك. وهقول لكم شوية يعني تبس او كمان ممكن اقول لكم نصايح ايه اللي فعلا ممكن تشتريه وايه اللي ممكن لا، من وجهة نظري انا كايزيس، من الحاجات اللي انا بحب استخدمها كواحده بتحب تحط ميك اب خفيف قوي 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 وحاجات يوميه جدا، عشان انا مش بحب اغير شكلي ولا بحب اغير ملامحي. فلو انت كمان زيي هقول لك برده في النص ايه الحاجات اللي ممكن تنفعك. لو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر وما تنسيش لايك وشير اشتركي في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى، احنا في البدايه كده لازم نكون عارفين نوع بشرتنا ايه. بنعرف ازاي احنا ايه نوع بشرتنا. الاول كده بتغسلي وشك، تفضلي ساعتين مستنيه تشوفي رياكشن بشرتك ايه. لو بشرتك دهنت من الخدود ومثلا الانف والقوره والدقن كل وشك اتملى زيوت، ده معناه ان انت بشرتك دهنيه. لو انت بشرتك بس دهنت من عند التي زون اللي هي قرتك او مناخيرك او دقنك، لكن فضلتي جافه من ناحيه الخدود كده، ده معناه ان انت بشرتك مختلطه. لو انت بشرتك كلها كانت ناشفه، ده معناه ان انت بشرتك جافه. وعايزه اقولك ان انت بشرتك يعني نوعها بيختلف على حسب الفصل اللي احنا فيه. يعني احنا ممكن كلنا نبقى بشرتنا دهنيه ومبهدله جدا في الصيف، تيجي في الشتاء تلاقي بشرتك نشفت، مع ان انت في العادي بشرتك اصلا دهنيه. والعكس بالنسبه للبشره الجافه، تبقى بشرتك جافه طول الشتاء وما بتستحمليش اي حاجه، لكن تيجي تخشي في الصيف تلاقي ان بشرتك ابتدت تتحول لمختلطه مثلا. فحته نوع بشرتك دي هي مهم تعرفيها عشان تعرفي انت هتختاري الميك اب بتاعك ازاي. حاجات باودر، حاجات كريمي، حاجات تكون مثلا زي نوع البرايمر بتاعك. خلونا نبدا وهتعرفوا اكتر ازاي نختار الحاجات بتاعتنا. اول حاجه بنسمع عنها دايما هو البرايمر. البرايمر ده بيكون دي اشكاله، ده مثالين، انا مجرد هديكوا امثله عن الحاجات وافهموها، وبعد كده انتوا انزلوا هاتوا اللي انتوا عايزينه. عشان تبقوا عارفين انا عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع البرايمرز بحيث ان انتوا تختاروا المناسب ليكم. البرايمر ده بيز بيتحط على المكياج، بيكون بعد الكريم المرطب وبيكون بعد يعني قبل الصن بلوك بتاعك. بصوا هتحطوا ثانيه ما هلخبطكم معايا. هتغسلي وشك عادي جدا، هتحطي الكريم المرطب بتاعك عادي جدا، وبعد كده تروحي حاطه الصن بلوك. ما بين كل خطوه والتانيه بستنى مثلا 5 دقايق لو عندي وقت، وبعد كده ببتدي احط البرايمر. البرايمر ده وظيفته ايه؟ بيثبت لي المكياج لاطول فتره ممكنه، وبيعالج المشاكل اللي موجوده عندي على بشرتي بشكل سطحي. سطحي بمعنى ايه؟ بيداري. زي مثلا لو انا كحد عنده مسام بستخدم برايمر يكون بيداري المسام دي. المداريه بتاعه المسام دي هتستمر معاكي 3 4 5 ساعات على حسب الكواليتي بتاعه البرايمر، وبعد كده انت هتغسلي وشك هتلاقي ان مفيش اي مشكله. يعني بس عليك رجعت عادي جدا، ده مجرد ميك اب. وممكن خطوه البرايمر دي تستخدميها لو انت كمان حد مش بيحب يحط مكياج اصلا، هتبقى خطوه كويسه قوي. فانا من وجهه نظري لازم كلنا يكون عندنا برايمر بشكل ما. البرايمر ممكن يجي كريمي، ممكن يجي على هيئه جل، ممكن يجي على هيئه سيليكون. في ناس بتقول البرايمرز السيليكون غلط، وده حقيقه، بس هو كتره غلط. ممكن تحطيه في الاوقات اللي انت محتاجاها. في كمان برايمرز بتداري الاحمرار بتاع الوش. لو انت حد عنده احمرار اللي هي الورديه بتاعه الوش، ده بتبقى حاله مرضيه، مش بتبقى مجرد حاجه عاديه لذيذه في وشنا. ممكن تستخدمي برايمر مثلا لونه اخضر يكنسل الهالات. ممكن كمان تستخدمي برايمر يزود الترطيب في وشك. فالبرايمر من الاخر هو مجرد حل مؤقت للمشكله، وبيثبت كمان المكياج بتاعنا وبيخلي بشرتنا شكلها احلى، قد تكون اقرب للفلتر. وحلو كمان لو انت ما بتحطيش مكياج. النوعين اللي معايا مثلا النهارده، واحد للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه وعندهم مسام، هو البرايمر بتاع ميبلين بيبي سكين. ده ممتاز للمسام وان هو يتحكم شويه في شكل الزيوت، وده ممكن ان انتوا تشتروه لو انتوا بشرتكم دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه. لو انت بقى بشرتك جافه او مختلطه مايله للجفاف او حتى عاديه،
ممكن ان انت تستخدمي البرايمر ده كنت جايباه من كيس بيوتي. ده عباره عن برايمر مرطب، لو انت عندك نسبه من المسام ممكن يداريها بنسبه بسيطه. بصوا هو شكله لذيذ قوي كده من جوه. في فيديو تاني هطبق معاكم الخطوات عملي، بس خلينا النهارده نشرح بس. والبرايمرز دي كلها متوفره. ده كان سعره تقريبا 100 جنيه، وده 180 او 200 جنيه على حسب بتشتريه منين. ودي كده كانت اول خطوه. طيب بعد ما بحط البرايمر اتفقنا ان احنا هنستنى على بشرتنا لمده مثلا 5 دقايق 3 دقايق اقل حاجه، بس البشره تمتص المكون اللي احنا حاطينه عشان اشوف افكت كويس. هنيجي بقى بعد كده لخطوه البيز بتاع الوش، الاساس بتاع الوش، وده بيتلخص في ان انت ممكن تستخدمي يا اما فاونديشن يا اما سي سي كريم. وثواني عشان فاونديشن طار مني. زي ما اتفقنا ممكن انت تستخدمي فاونديشن او سي سي كريم او بيبي كريم. انا قلت اديكم امثله للفاونديشنز والسي سي كريم اكتر. بصوا بقى اللي معايا ده مثلا من ميبلين، وانا اخترت النوع بتاع ميبلين علشان هم منزلين منه انواع لكل الناس بكل انواع البشرات بتاعتهم، مختلطه، دهنيه، جافه. النوع اللي هو الشكل اللي معايا ده للناس اللي بشرتها دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه، والدرجه بتاعتي فيه 105. الفاونديشن ده مثلا التغطيه بتاعته بتكون يعني من لايت ممكن تطلع لميديوم. اللايت ده معناه ان انت لما تحطيه على وشك مش بيداري كل حاجه، بيديكي بس زي توحيد للون بشرتك، لكن مش بيخلي بشرتك كأن اتحط فلتر اللي هو لو رحتي غسلتي وشك ما تعرفيش نفسك. ممكن يتبني لدرجه ميديوم، لدرجه متوسطه. يعني انت لو مثلا عندك اثار حبايه، عندك اي مشكله في بشرتك وخدتي كمان طبقه حطيتيها على المشكله اللي عندك، ساعتها هيكون شكله حلو جدا على بشرتك ودارة نوعا ما الحاجه دي. الكفرج العاليه قوي بقى من الفاونديشنز دي شويه بيستخدموها الناس اللي عندهم مناسبات. انا ما برشحلكيش ابدا 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 تستخدمي حاجه الكفرج بتاعتها عاليه لو انت حد بينزل كل يوم، لان بشرتك حرفيا هتتدمر، هيطلع لك مسام واسعه، بشرتك هتتملي حبوب، هيجيلك حبوب تحت الجلد، فده غلط جدا. فده لو انت برضو حد عايز يستخدم فاونديشن. انا بقى بالنسبه لي كترشيح هقولك اختاري احلى السي سي كريم لو انت بتروحي مدرسه وعايزه بس تداري مكان مشكله او حاجه وتكون خفيفه قوي. عندك مثلا ديسكولريشن، عندك اللي هو بشرتك فيها الوان مختلفه كتير، فالبورجوا سي سي كريم ده في معامل اللي هو بيداري شويه الاحمرار، وبمعامل بني بيداري لو انت عندك بقع او حاجه، في نفس الوقت بتغطيه خفيفه قوي قوي وتنفع تستخدميها كل يوم. السي سي كريم ده بيكون عباره عن كريم مرطب فيه لون، حاجه كده منه فيه. وممكن تعملي على فكره كده في الفاونديشن بتاعك، تاخدي منه حبه صغيرين وتروحي حاطه الكريم المرطب خلطاه معاه وتبداي تحطيه على وشك، هيتحول لسي سي كريم او بيبي كريم. طب انا من وجهه نظري تشتري ايه؟ لو انت حد بيحتاج كفرج ممكن تجيبي الفاونديشن بتاعك ايا كان ايه نوعه. ممكن بقى نعمل فيديو تاني عن كل انواع الفاونديشنز اللي انا جربتها، اقول لك فيه تشتري ايه لو انت مثلا مختلطه دهنيه مش عارفه ايه، بالانواع بتاعه الكفرج، ايه العالي ايه المتوسط. بس خلينا نتكلم النهارده عن الفكره. الفاونديشن بتاعك لو انت عايزه تجيبي فاونديشن يكون حاجه استخدام مناسبات وفي نفس الوقت تحوليه لاستخدام يومي، وانت عارفه انك هتروحي مناسبه، عارفه ان انت محتاجه تغطيه عاليه لان عندك مشاكل كتير، هاتي يا ستي الفاونديشن واعملي حسابك تخلطيه بعد كده مع المرطب لما تحبي تنزلي بيه في حاجه يوميه. لكن لو انت حد بيحب يريح دماغه وعارف ان هو مش هيستخدم كفرج عاليه وعايز دايما يبقى شكله طبيعي تماما مجرد توحيد للون، خليكي في السي سي كريم او البيبي كريم. البيبي كريم او السي سي كريم بحس ان كلهم واحد، ما فيهاش اي مشكله، والاتنين حاجتين بتقدري تستخدميهم وانتي خارجه كل يوم او كده. وكنت عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع البيبي كريمز او الحاجات اللي تقدري تستخدميها كل يوم لو انتي خارجه. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس مع اللينك بتاع البرايمرز. فدي كانت خطوه الفاونديشنز والبيبي كريم او البيس بتاع الوش عموما. الدرجه بتاعتي هنا 32 بيج كلير، دي كانت غامقه عليا شويه. وعايزه اقول لكم نصيحه ان دايما هاتوا في السي سي كريم الدرجه تكون افتح منكم او درجات فاتحه، لان دايما البيبي كريم والسي سي كريم بيكون اغمق من العادي. يعني انا 32 دي كانت غامقه عليا، فهاتوا الدرجه الافتح لو انتوا في نفس درجه بشرتي. طيب خلينا نروح الخطوه اللي بعد كده. الحاجه اللي بعد كده بتكون الكونسيلرز. وبرده الكونسيلرز زي الفاونديشن بيجي منهم تغطيات، تغطيه عاليه او تغطيه متوسطه، تغطيه خفيفه، على حسب برضو زي ما اتفقنا انت بتحبي تستخدمي ايه.
في بقى النوعين دول. في بقى من الكونسيلرز هتلاقي حاجات ستيك، حاجات كده بتتلف وعباره عن ستيك، وفي حاجات كريمي زي كده. انا برشح ان كلنا نستخدم الانواع اللي زي دي، لانها شويه بتناسب اكتر كل انواع البشره. ده نوع من LA Girl وده نوع من ميبلين، والاتنين ممتازين جدا، تقدري ان انتي تستخدميهم لو انتي بشرتك دهنيه او مختلطه. وفي كمان انواع تناسب الناس اللي بشرتها جافه، زي في لاين كده من بورجوا اسمه هيلثي ميكس، ده كل اللي فيه يناسب البشره الجافه. هسيب لكم صوره عشان تروحوا تشتروا منه. انا زي ما اتفقت معاكم النهارده شرح للخطوات وتشتري ايه وما تشتريش ايه، لكن مش هتكلم يعني عن تروحي تشتري مثلا هاتي كذا. انا ما بقولكيش روحي اشتري دول، حتى انا بقولك الانواع اللي انا ماسكاها. الحاجات اللي معايا دي مثلا الكفرج بتاعتها ميديم، يعني الاثنين الكفرج بتاعتهم ميديم، ممكن انها تتبني لعاليه، فالاثنين كويسين جدا عادي. طيب بصي، الكونسيلر التيوب بتاعته بتبقى اصغر من الفاونديشن، وهو بيداري زيه زي الفاونديشن بالظبط. يعني انا من وجهه نظري وفري لو انت يعني مش هتستخدمي مكياج كتير، معكيش فلوس ايا كان. لسه حد بيقول يا هادي ممكن تفكسي من فكره انك تشتري فاونديشن او سي كريم وتكتفي ان انت تشتري الكونسيلر، وهو ده اللي تعملي بيه يا اما البيس بتاع وشك كله، يا اما تستخدميه تداري بيه المشكله نفسها. لو عندك اثار حبوب بتحطها عليه، ممكن لو عندك يعني هالات تحت عينك تحطيها عليه. فالكونسيلر هيبقى فكره كويسه. والكونسيلر فايدته ان هو بيكونسيل، هو خافي للعيوب. بس فدي بقى راجعه ليك انت حابه تستخدميه. انا كازيس هقولك خلي معاكي كونسيلر يكون الكفرج بتاعته ميديم زي اللي معايا دول، وتكوني جايبه كمان سي كريم، بحيث ان انت تحطي البيس بتاعك سي كريم لو وراكي حاجه مهمه وعايزه كفرج عاليه، وتروحي حاطه فوقيها الكونسيلرز الميديم كفرج، بحيث ان انت تكوني يعني اديتي لنفسك تغطيه خفيفه، وفي نفس الوقت بتدي نفسك كفرج عاليه لما تحبي تروحي مناسبه او تداري مشكله كبيره ظهرت في بشرتك. لكن لو انت عارفه انك مش هتحتاجي فاونديشن، ستيل استخدمي كونسيلرز بس، انت مش محتاجه تعملي اي حاجه تانية. الكونسيلر اللي معايا بتاع LA Girl درجته كريمي بيج، ودي برضو درجته كانت غامقه عليا شويه، مش عارفه دايما بجيب الدرجات بتطلع غامقه عليا. بشتري يعني الدرجات، بشوف الناس على النت بتستخدم ايه وبجيب زيها. لكن الفاونديشن مثلا بتاع فيتمي كان درجته مناسبه عليا قوي 105، كانوا بيقولوا هيستخدموا درجات 120 ومش عارفه ايه 120 دي كانت غامقه جدا عليا، وانا بشتري اونلاين فمش دايما بعرف الاقي الدرجه، والكاميرات بتبين دايما الحاجه يعني افتح من العادي. فانا بقول لكم الدرجه اللي معايا وانتوا هاتوا الافتح منها لو انتوا في نفس درجه بشرتي، ولو انتوا اغمق مني هاتوا نفس الدرجه اللي معايا. كريمي بيج هنا، و20 اللي هي ساند من ميبلين سوبر ستي. تمام. طيب خلصنا خطوه الكونسيلر، هنيجي بقى لخطوه البلاش. البلاشرز عندنا حاجات ليكويد وحاجات كريمي وحاجات موبايلي بيرن، اسفه معاكم للمره الثانيه تقريبا الدنيا تعطل. خلينا نكمل. في البلاش احنا عندنا 3 اختيارات، يا اما حاجه ليكويد يا اما حاجه كريمي يا اما حاجه باودر. انا بالنسبه لي هقول لكم لو انتوا اول مره تستخدموا ميك اب بلاش تروحوا تشتروا حاجه ليكويد. هوريكم شكل الحاجه الليكويد دي بتكون زي ايه، اللي هي الحاجات اللي زي كده، لان البيجمنتيشن بتاعتها عاليه قوي 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 اوفر، وثباتها على فكره بيبقى عادي في الاخر، فهتحسي ان انت مش عارفه تستخدميها. وانا كنت عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع البلاشرز والباودر والبلاشرز الكريمي والليكويد، هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن، وانتوا هاتوا اللي انتوا عايزينه. لو انت عارفه انك هتعرفي تتحكمي في النوع ده هاتيه. انا بقى النوع اللي انا بفضله اللي هو الستيك من جولدن روز، ده مناسب ايا كان ايه نوع الستيك هاتيه، لان الستيك دايما بيبقى توزيعه اخف والكفرج بتاعته لذيذه وثباته بيبقى معقول. والباودرز ممكن تستخدميها ان انت تثبتي الحاجات الكريمي او الليكويد اللي انت جايباها. خلينا نبدا الاول بالليكويد والكريم، لان دول اللي احنا هنستخدمهم على طول بعد ما بنحط الفاونديشنز او الكونسيلرز بتاعتنا، لان الحاجات الكريمي يفضل انها تتحط على طول على حاجه كريمي زيها، لانك لو حطيتيها على باودر مش هيبقى الشكل دايما احسن حاجه في الدنيا. ف خلينا نتكلم اوفر اول بقى يعني على البلاشرز عشان تعرفي تختاري ايه بالظبط. انا شايفه لو انت حد مهتم جدا ان البلاشر يفضل ثابت، ممكن تجيبي حاجه ليكويد او حاجه ستيك
ولازم كمان تشتري معاه حاجه باودر لو انت عايزه الحاجه دي تثبت معاكي طول اليوم. لو انت عايزه تريحي دماغك وتشتري حاجه واحده بس، خليكي في البلاشر الباودر، لان الباودر سهل ان انت تحطيه طول الوقت، انما الكريمي بيبقى ليه شروط زي ان انت لازم تحطيه على حاجه كريمي زيه ومش عارفه ايه عشان ما يكلكعش، ومحتاج ان هو يتثبت بعد كده عشان لو انت حتى خرجتي بيه بره ما يلمش تراب. يعني ممكن الباودر تحطيها في الشنطه معاكي في اي وقت وتقعدي تعيدي عليها براحتك. فشوفي انت عايزه تشتري انهي حسب الشرح، هاتي الانسب لك، وانا من ناحيتي هرشح لك الباودر اكتر. والباودر بيبقى فيه قابليه على حسب نوع الحاجه نفسها اللي انت شارياها، تقدري ان انت تثبتيه، وزي ما اتفقنا تقدري تعيدي عليه براحتك. خلينا نتكلم بقى عن الحاجه اللي بعد كده وهم الباودرز. بيبقى عندنا نوع كومباكت ونوع لوس. الكومباكت دي اللي هي بيبقى شكلها كده من جوه، ده اللاين على فكره بتاع هيلثي ميكس اللي بقول لكم عليه من بورجوا، اللي كل حاجته بتبقى للناس اللي بشرتها جافه. الكومباكت بيكون شكلها كده، واللوس اللي هي بيبقى شكلها كده عباره عن باودر كده. بيجي من اللوس دي بقى درجات، تقدري تشتري الدرجه اللي انت حباها، بس دايما 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 ايا كان ايه نوع بشرتك هاتي الدرجه الشفافه اللي هي لونها على ابيض. هي ما بيفضلش لونها ابيض طول ما هي طبعا نوعها حلو. وهعمل لكم برده فيديو كامل عن كل انواع اللوس باودرز والكومباكت كمان عشان تعرفوا تختاروا بعد كده. الكومباكت دايما بيفضل للناس اللي بشرتها مختلطه، سواء مختلطه مايله للدهنيه او مختلطه مايله للجفاف، المهم ان هم مختلطه، لانها مش بتنشف البشره قوي، وفي نفس الوقت بتطفي اي لمعه، وكمان بتثبت الفاونديشن او الكونسيلر اللي انت حطاهم طول الوقت. وكل ما تجيبي حاجه فيها كفرج كل ما انت ممكن تقدري لو انت ما بتحبيش تحطي ميك اب بقى تستغني عن الكونسيلر والفاونديشن وتكتفي بالباودر بس. فاهمين الفكره؟ اللوز باودر بقى ما بيبقاش ليها تغطيه على اغلب الوقت، خصوصا لو انت جايباها شفافه. هي كل وظيفتها انها بتشيل الدهون الزياده وبتثبت المكياج لاطول فتره ممكنه وبتطفي اللمعه. ودي كمان ميزتها ان انت تقدري تنزلي بيها في الشارع وتفضلي تعيدي عليها، تخلي الوشك شكله احلى وشكله اجمل بكتير. انا من ناحيتي بقول لكم لازم يكون عندكم باودر سواء لوس او كومباكت على حسب انتوا نوع بشرتكم ايه وبتفضلوا ايه. طبعا من الكومباكت فيه كمان حاجات تنفع للناس اللي بشرتها يعني دهنيه وكده، بس انا بفضل ان انتوا تستخدموا لوس باودر احسن بصراحه. الحاجه بقى اللي بعد كده وهو السيتنج سبرايز. في حاجه اسمها فيكسنج سبراي وفي حاجه اسمها سيتنج سبراي. الفيكسنج سبراي ده بنرشه على وشنا بعد ما بنكون خلصنا البيز بتاعنا اللي هو الفاونديشن كونسيلر الباودرز وكده، عشان اخلي الحاجه تتناغم مع بعضها ويخلي الشكل المبدر ده مش موجود. في كمان عندي بقى حاجه اسمها السيتنج سبراي، والسيتنج سبراي برشه على المكياج في الاخر خالص عشان خاطر ان هو يثبت المكياج بتاعي. هل انا بقول لكم تشتروا حاجه منهم؟ بصراحه لا، يعني بحس ان هما الاثنين مش مهمين قوي. يمكن النوع اللي هو بتاع الف ده بيست المكياج وفي نفس الوقت تقدري ان انت تخلي الشكل متناغم اكتر، وكمان تقدري ان انت تحطيه على الفرشه لو انت بتستخدمي اي شادوز وتخلي البيجمنتيشن عاليه لو حاجه عندك يعني مش البيجمنتيشن او اللون بتاعها مش قوي قوي في الاي شادو. وكمان في حاجه لو انت بتستخدمي مثلا حاجه كريمي كتير زي الكونتور زي البلاش مش عارفه ايه وحاسه انها مش راضيه تندمج، ممكن ان انت ترشي كده وتروحي تدمجي بالسبونج. اوفر اول انا شايفه ان هما مش اهم حاجه ممكن تكون عندك. ولو اخترتي انك تجيبي حاجه ممكن تشتري السيتنج سبراي. انا في الفيديو ده مش هتكلم عن الكونتور لان انا شايفه ان الكونتور والبرونزر هما مش اهم حاجه تتجاب بصراحه، وشايفه ان هما مش من ضمن الاساسيات اللي انت محتاجاها. ومع ذلك هعمل لكم فيديو مخصوص ليها بس مش دلوقتي، يعني انا مش شايفه انها مهمه بصراحه. طيب في الاي شادوز بقى براحتك، يعني عايزه تشتري اي شادو هاتي، مش عايزه انت حره، لان ده راجع لان انت بتستخدمي اي شادوز ولا لا. انا عن نفسي كازيس عمري ما بستخدم اي شادو، مش بحس ان انا محتاجاه. النضاره لما بستخدم اي شادو مش بتبين، ممكن بس اجيب حاجه صغنططه زي بتاعه بريتي وومن دي بالوان كده قليله، افضل ان انا ادي بس هنت العيني لو انا ورايا مناسبه. فدي تقدري تشتريها لو انت عايزه. يعني دي البالت دي 04، في منها درجات تانية، فانت براحتك. عايزه تشتري اي شادو هاتي، مش عايزه انت حره، على حسب انت هتستخدميه ولا لا. بعد كده بيكون عندنا الهايلايتر، والهايلايتر راجع على انت بتحبي تستخدميه برضو ولا لا. انا ما بحبش استخدم هايلايتر بصراحه، وساعات بتجيبوا علب اي شادو ممكن تلاقوا فيها درجه هايلايتر على حسب انت شاريه ايه يعني.
الهايلايتر ده حاجه بتدي شويه لمعه للوش، بتخلي البشره فيها لمعه، بيتحط على عظمه الخد، زي عظمه الخد من هنا او عظمه مناخيرك، فوق الحواجب، ممكن هنا حته على دقن، بيدي زي لمعه صحيه كده للوش. وكل ما نوع الهايلايتر يكون احسن كل ما كان افضل. في منه ليكويد، في منه باودر وكده، بس انا شايفه انت لو حد مبتدئ ممكن تجيبي النوع الباودر. اللي معايا دي كانت من كاتريس بس هي اتمسحت خالص يعني. الحاجه بقى اللي بعد كده وهي الماسكارا اللي بتثبت الحواجب. لو انت حواجبك تقيله وغزيره وبتروح كده في كل ناحيه، هاتي ماسكارا حواجب او جل حواجب يثبت الحواجب مكانها. لو انت مش محتاجاها عادي فكك، مش هتحتاجيها، كبري دماغك على طول. الماسكارا انا شايفه ان من الاساسيات ان انت يكون عندك ماسكارا، لان الماسكارا حتى لو انت مش من الناس اللي بتحب تحط ايلاينر فهي بس بترفع الرموش بشكل حلو. كنت عامله لكم فيديو كامل عن كل انواع الماسكارات عشان لو انت محتاره تشتري ايه. بعد كده عندي الروج والليب جلوس. شوفي انت بتحبي تشتري ايه وهاتيه، وكنت عامله لكم فيديو كامل عن الليب جلوس وفيديو كامل عن الروج. انا شايفه ان هما من الحاجات اللذيذه اللي تبقى معاكي يعني. شوفي انت حابه تشتري ايه وهاتي. مش عايزه اقول من الاساسيات بس هما من الاساسيات. ده يمكن لو حد ما بيحطش ميك اب خالص هيحب ان هو يشتري روج او ليب جلوس يعني. بعد كده اخر حاجتين هيكون معانا الايلاينر. الايلاينر انا شايفه لو انت بتحبي يبقى رسمه عينك هاتيه، مش متعوده ما تشتريهوش، لان انت لو حطيتي ايلاينر الناس اتعودت على شكلك بيه هتفضلي طول الوقت عايزه تحطي ايلاينر، لانك من غيره الناس هتقولك شكلك تعبان. خدوا بالكم من النقطه دي. المنتجات بتاعه الحواجب في منها حاجات كتير وهكلمكم عنها، بس انا شايفه ان احلى باليت حواجب ان الباودر ثباتها ممتاز، بيجي منها درجه بني ودرجه اسود ودرجه جل، ممتازه ممتازه ممتازه، وبتثبت في الحواجب فتره حلوه قوي قوي قوي. فانا شايفه ان انتوا دي من الاساسيات لو انتوا بتحبوا ان انتوا تملوا الفراغات بتاعه حواجبكم. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. زي ما اتفقنا انا مش هقولك روحي اشتري ايه، انا كل اللي هقولهولك شرح لكل حاجه، وعلى اساس الشرح انت قرري انت هتحتاجي ايه، لان محدش هيقدر يقولك ده اساسي. انا اقدر اقولك الحاجه اساسيه ولا لا من وجهه نظري. لو حد بيحب الفول ميك اب هيقولك روحي اشتري كل حاجه، ده كل حاجه اساسيه. لو حد بيفضل المكياج الخفيف زيي في حاجات هتبقى اساسيه وحاجات لا. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم الفيديو اللي جاي.